لسطى فيتوريا، والراجل ده يعني راجل مدير فني قد الدنيا، راجل وسطى مقاول انفار ماسك المنتخب بتاعنا. ربنا يوسع عليه وييسر له الامر ويفتح له الباب. راجل جاي يسترزق يعني، وما نقدرش ان احنا نقول حاجه. الراجل طبعا بعد ما شال رمله قدام تونس وخسرنا 2-0، كان له تصريح 2 و 3 تقريبا، ما بعدش صراحه. الواحد بيوصل ارقام كده وبيعجز عن العد، لان رقم 3 برضه بيفكرني بحاجات مش كويسه، خاصه ان احنا لسه مرزوعين من السيراميكا 3 برضه، وده من ضمن الخير والبركه. ربنا مبارك لنا في نتائجنا، ما تعرفش ليه الناس ترزع 1-1-1 2-1 واحنا بالثلاثه، ما اعرفش ليه. حتى المنتخب تقدر تقول لي بقى الرئيس فيتوريا لما قال ان سبب عدم وجود لعيبه الاهلي هو اللي خسرنا، بما يرضي الله. ايوه، خلينا نكون واقعيين بقى، حقيقة تاريخية. الاهلي دايما على مدار العصور العناصر بتاعته بتمثل 80% من تشكيل المنتخب، وان اي انجاز يحسب للمنتخب 80% يرجع منه الفضل لعيبه الاهلي. خلينا نكون واضحين، وبص منتهى الحياديه والله، ما فيها اي مجاملات خالص. بل الادهى والامر، أن عايز التاريخ يسجل الاعتراف اللي انا اقوله ده، ان الفضل في 2006 و2008 و2010 يرجع الى منوي الجوزي مدرب النادي الاهلي، بعد احترامي الكبير للكابتن حسن شحاته كلاعبا وكمدير فني. ولكن حسن شحاته واخد فرقه متكامله بخططها، بطريقه لعبها، بتجانسها، بكل شيء، وخدهم كوبي بيست زي ما هم، راح خد بهم بطوله. وفي التوقيت ده ما كانش 80%، كان 90% من لعيبه النادي الاهلي بيمثلوا المنتخب، ابتداء من الجون عصام الحضري باحمد فتحي وائل جمعه عماد النحاس، والجنب الشمال كان محمد عبد الوهاب الله يرحمه، ثم بعد كده سيد معوض، ثم محمد شوقي وحسن مصطفى واحمد فتحي في الجنب اليمين، وكان عندك طارق السعيد فيما بعد، وابو تريكه وبركات وعماد متعب، كل دول كانوا القوام الاساسي للمنتخب. حتى بعد كده لما جه احمد حسن معاهم، باستثناء مثلا كان ياخد من الزمالك 1 أو 2 أو 3، وبعض الفرق ممكن واحد يكون احتياطي. حتى المحترفين في التوقيت ده كانوا بيجوا يقعدوا احتياطي. فجوزيه عمل لنا بما يرضي الله منتخب، هو اللي صنع منتخب مصر. جوزيه، كابتن حسن شحاته على راسي من فوق. كابتن حسن شحاته بعد ما جوزيه رحل مباشره ما عرفش اصلا يصعد افريقيا، وده كان في سنه 2012. حتى اللي بعدها 2014 في تونس خرج من تقريبا من الدور الاول. فهو خد فرقه جاهزه كامله متجامله كل حاجه، والفضل يرجع الى جوزيه. بصراحه هو اللي صنع تاريخ الاهلي والمنتخب في هذه الحقبه الزمنيه. غير كده شكرا. حاول تقنعني مش هقتنع، حاول تقول لي انت عايزه مش هقتنع، معلش كل واحد وجهه نظر. ولكن والله شهاده وحسب امام الله ان الفضل ثم الفضل بعد الله في البطولات اللي حققناها في التوقيت ده. حتى بطولاتنا في بتاع ماتشاتنا العالميه اللي عملناها في كاس العالم للانديه، كان كاس العالم اصلي للقارات، كان الفضل يرجع فيها لمنوي الجوزي اللي عامل لنا فرقه كانت قوام المنتخب، وهي اللي قدرت تكتسح كل البطولات. الاضافات الثانيه بقى حتى بعد كده لما جه جده وجا سيد حمدي، وكان ميدو بيلعب في بعض الاوقات، وكان عمرو زكي نفس الشيء، ولكن كلهم مشاركتهم كلها كانت محدوده. لكن لعيبه الاهلي كانت هي اللي بتشارك كل الوقت. طبعا حط عبد ربه كان من الاسماعيلي، وبعض الناس طبعا من الانديه الثانيه، عشان نكون منصفين ومحقين. شهاده وحاسب امام الله عنها. ولما مشي جوزيه طبعا المنتخب اتغير عليه بدل المدرب 20، لان الاهلي في التوقيت ده ما فيش حد استقر معاه وقدر يعمل معاه الانجاز اللي عمله جوزيه نهائيا. فما كانش في استقرار في الاهلي بشكل كامل الفتره ديت. حتى لما خد بطولات افريقيا خدها مع مدربين متفرقين، ما كانش في حد مطول نفس الفتره بتاعت جوزيه اللي هي تقريبا من بدايه الالفينات لحد 2009، تقريبا 9 سنين. سيبك من المرحله الثانيه اللي جه بعد الثوره قعد كام شهر ومشي. لكن خلينا نكون منصفين، ومن ساعتها ما شمناش لا كأس الأمم ولا غيره. حتى لما رحنا نتائجنا الحمد لله في كأس العالم، لأن الأهلي دلوقتي اللي ممكن يصنع تاريخه القادم كولر، وده هيأثر بشكل كبير جدا على المنتخب في حالة
ان يتم استدعاء 80% من لاعيبه الاهلي للمنتخب، غير كده انسى.